انا دايما بحب الطبيعي وميال اكتر للطبيعي، لانك تعمل الطبيعي تكسب. لكن في ماتشنا النهارده لازم ما تعملش طبيعي. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا، هستاذنك من فضلك تنزل تحت تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس، لان النهارده القمه في ليالي الدوري لا صوت يعلو عن قمه الاهلي والزمالك، القمه 129. عارف اني طولت عليك، لكن بس اديني ثانيه كمان من وقتك هقول لك فيها المقدمه. اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وان شاء الله تعجبكم. صلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. بص يا سيدي، بيسيرو بيحب 4-3-3 ولعب بقى الماتش اللي فات، لكن بالنسبه لي تسالني عن رايي اقول لك لا، اركنها على جنب وتعديل بسيط، طلع الاربعه قدام ورجع الثلاثه ورا. هتقول لي ليه؟ اقول لك انا ميال اكتر لفكره لعب 3-4-3. لو كلامي مش مناسب ليك رد عليا في الكومنتات وناقشني. بص يا سيدي، انا حاطط التشكيل اللي بالنسبه لي الامثل للقاء الاهلي والزمالك بكره. هنبدا في حراسه المرمى بمحمد عواد اللي بيقدم مستوى كويس من بدايه الموسم، لكن فكره الدفع بصبحي كانت بالنسبه لي فكره صعبه ان انا حتى افكر فيها، مش ان انا اطبقها، لا ان انا احط صبحي في الملعب دي جريمه في حق الماتش. لكن انا هبدا بمحمد عواد 3 قلوب دفاع، حسام عبد المجيد واحمد حسام والونش. تقول لي ليه هلعب ب3؟ لان انت عندك النهارده الونش متذبذب جدا في المستوى، فان انا العب ب3 فانا هامن خط دفاع اكتر وهاجي لك لها قدامهم 4: عمر جابر على اليمين، محمود بن تايك اللي بيقدم مستوى كويس مع الزمالك، راجل لولا الاصابه بعدته شويه، لكن لو لعب وفكرنا بريحه السوبر الافريقي اللي ان شاء الله نكسبه، زي ان شاء الله نكسب القمه زي ما كسبناه، قدامهم 2 عبد الله السعيد او جنبهم 2 عبد الله السعيد ومحمد شحاته. فكره الدفع بنبيل عماد دونجا فكره بالنسبه لي برضه صعبه، زي فكره ان انا اتواجد محمد صبحي. لكن ليه؟ لاكتر من سبب، لان مستويات دونجا لو انت بتبص بعينك ولاعيب كوره هتفهم وتشوف ان دونجا مش مركز في الملعب، دونجا شاغل نفسه باكتر من حاجه هموم امام عاشور، ودي كانت فكره بالنسبه لي صعبه لكن شفتها في الملعب. مش ده نبيل عماد دونجا الراجل اللي كان متالق مع الزمالك في نهايه الموسم اللي فات، وكان سبب من اسباب فوز الزمالك بالكونفدراليه وسبب رئيس في فوز الزمالك بالسوبر الافريقي. لكن قدامهم 2 أو 3 عشان احط سيف الدين الجزيري مهاجم، على اليمين احمد السيد زيزو اللي خلاص رسميا موجود في قائمه الفريق، على اليمين تسالني مش عايز مصطفى شلبي، لكن هو بيسيره هيبدا بشلبي. لكن بالنسبه لنا احمد الجفال هتقول لي تحرقه ما تحرقوش، انا عاوز لاعب عنده 3 سنين يقف لي على الكوره ويحرك اللعب ويعمل لي عرضيات لسيف الدين الجزيري اللي بالمناسبه سيف الدين الجزيري اللي ممكن ما تحتاجوش في بقيه الدوري. اهم ماتش ليه هو ماتش القمه، لان الراجل بيبقى فايق فيه وبيعرف يعمل حاجات كويسه. بص يا سيدي بقى، انا عايز اوجه نصايح لعيبه نادي الزمالك. بص، في حاجات بقى قلت لك ينفع فيها الطبيعي، تقول لي ليه؟ هقول لك انت تبص على الفريق المنافس اللي هتقابله، بتقابل فريق كبير بحجم الاهلي، عنده مين في نص الملعب؟ عنده امام عاشور اللي بيطلع النار من بقه ومقدم مواسم كويسه او الماتشات كويسه جدا مع الاهلي وراجل هداف الدوري. ففكره ان انا احط له نبيل عماد دونجا انا شايفها مستحيله، لان امام عاشور لعيب ذكي هيبلفه ويخليه ياخد كارت احمر وينطرد. انت ما عندكش حكام مصريين ممكن يخافوا من الجمهور، راجل عارف اول 3 دقائق ممكن يطرده. فبالنسبه لي ان انا العب بشحاته وعبد الله هي فكره بالنسبه لي كويسه، وبرضه ليك حقوق ترد عليها في الكومنتات. لكن زي ما بقول لك لو ضغطت على امام عاشور وطلعته بره اللعب فانت طلعت الاهلي بره اللعب نهائي. امام عاشور هو جوهره النادي الاهلي، وخليك هقول لك مثل كلنا عارفينه، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى عم. ليه؟ زي ما قلت لك امام عاشور موهبه كويسه وراجل بيقدم مستويات كويسه وارقامه واضحه، اهداف واسيستات وهداف الدوري. وتعالى بقى اخدك لفكره انا قلت لك ليه العب ب3-4-3 زي ما قلت لك لتامين الدفاع، لان كولر مدرب ذكي جدا جدا. انا بالنسبه لي كولر في حطان التشكيل بيعرف يحط تشكيل كويس، انا بقول لك بالنسبه لي. لكن لو كولر بكره فكر واتغابى، ومش اتغابى ده بتكلم بالنسبه لي انا، وفكر الشيطان ويلعبه ويلعب ب2 مهاجمين جراديشار وسام ابو علي، فانت محتاج رقابه من حديد. هيبقى عندك مهاجم هداف زي وسام ابو علي هيقدر يعمل لك نوش. لكن بالنسبه لي واللي انا عرفته من مصادر ومن تسريبات ان التشكيل هيبدا كالاتي البيسيرو، وبالنسبه لي مستصعبه شويتين واتمنى ما يكونش بالغباء انه يلعب كده. التشكيل المسرب بالنسبه لي اللي جالي الله اعلم بيسيرو، لكن دي تاكيدات شويه: عواد، عمر جابر، والونش وحسام عبد المجيد.
بنتايج وعمر جابر زي ما قلت لك. حلو. قدامهم بقى دونجا وشحاته وعبد الله، قدامهم زيزو وشلبي والجزيري. تشكيل انا مستصعبه، انا شايف التشكيل اللي انا حطيته احسن شويه بالنسبه للتشكيل اللي جاي، لكن هل التشكيل ده مؤكد؟ لا. تعال بقى نرجع للخصم اللي انت هتقابله. الاهلي كامل العدد في وجود امام عاشور وجراديشار واسامه ابو علي واحمد رضا والصفقات الجديده. الاهلي عنده ترسانه لعيبه بيديله افضليه قدام نادي الزمالك. كنت بسمع من شويه كابتن احمد شوبير طلع يتكلم وعاوز يوصل لك فكره ان الفريقين متكافئين. بص يا باشا لعيبتك وبص لعيبتي وتعالى نتكلموا. الاهلي سكواد مدجج بالنجوم. حلو. لكن انا هقول لك الحقيقه، انا بحسد الاهلي على سكواده. انا حاليا وصلت لنقطه، فاكر لما كان السوشيال ميديا كلها بتتكلم على سكواد الزمالك، طارق حامد ومصطفى محمد وزيزو وبن شرقي وفرجاني وابو جبل والونش. انا والله العظيم يعني رجعت بالزمن كده لما كان عندنا سكواد كويس. لكن انا اقول لك حاجه تانية، الاهلي عنده ميزه بيعمل بيها دايما، انه في القمه لاعيبته بتاكلوا النجيله. وخلي بالك كان في جلسه بين محمد شوقي ممكن ما تسمعهاش وممكن حد يطلع يقول عليها هجاص، لكن انا بقول لك وهتشوف في بعد الماتش ان محمد شوقي لو امام عاشور بكره جاب جون هيطلع يتكلم ان محمد شوقي اتكلم معاه وقال له اللي انا قلت لك من شويه، ان انت حاول تطلع امام عاشور بره اللعب. اتكلم وقال له ما تطلعش نفسك بره اللعب، ركز في الملعب، لان انا قلت لك عوامل نجاح النادي الاهلي حاليا متمثله في امام عاشور. حلو. تعال اقول لك بقى القائمه اللي هحطها لك عندك. الاهلي حاطط اشرف بن شرقي موجود في القائمه بتاعت الفريق. حلو. بص يا سيدي، لو انت مشيت ورا كلام السوشيال ميديا وقال لك امام عاشور اشرف بن شرقي محطوط بس قواعد ضغط مش هيلعب، يبقى انت ما عرفتش كولر ممكن لو الاهلي مش موفق تلاقيه في بدايه الشوط الثاني ان ما كانش في تشكيل عالي بالنسبه له جدا يحط اشرف بن شرقي. فلا بد والناس تفهم بسيره ان عادي جدا ووارد ان ممكن تلاقي اشرف بن شرقي بيسخن حلو وينزل الماتش. فلا بد يبقى عندك طريقه توقف فيها الاهلي، لان انا قلت لك ان الاهلي عنده ترسانه هجوم وترسانه لعيبه مميزه، وده يرجع لمجلس الاداره اللي جماهير الاهلي لابد وتشكر عليه. لكن ده اللي ممكن اقوله واللي ممكن يحصل. لكن انا بالنسبه لي تشكيلتي ممكن يكون محافظه وتقدر تجيب بقى اهداف، لكن عكس كده انت قدامك لعيبه الاهلي بتاكل بني ادمين. في النهايه مش عايز اطول عليك، لكن عايزك بالله عليك تقول رايك في الكومنتات. ماتش مهم، اتمنى جدا جدا المكسب للزمالك، واتمنى ودي نصيحه انا عاوز اوجهها لو حد يعني ممكن يشوف الفيديو ده، لعيبه نادي الزمالك كونوا رجاله فقط. انا ما يهمنيش النتيجه، قلت لك الدوري ده لسه طويل جدا، لكن الماتش ده يقربك وماتش يحسسك ان انت في المنافسه وماتش يدي رساله للجميع ان الزمالك بمدرب جديد قادر يرجع. تعرف تدافع ما تاثرش، تعرف توقف كوات ما تحلقش وما تجريش هلا هطه، اجري وموت نفسك في الملعب ويسمع كلام المدرب، وان شاء الله في النهايه يكون الحظ في نصيب نادي ويكسب اللقاء. انا مش عايز اطول عليك، لكن قلت لك رد عليا في الكومنتات، وانا وصلت النهايه. لو اول مره تشوفني انزل تحت املاك واشترك في زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وفي النهايه يحيى نادي الزمالك العظيم. سلام.